السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العجة المصرية طبعا من الأكلات اللي تقريبا كلنا بنحبها، وبتبقى كمان فيها كل المكونات من الخضار اللي الولاد يعني ممكن ساعات ما يحبوهاش، بنحطها لهم فيها. هعملها النهاردة إن شاء الله وهتعجبكم جدا بإذن الله. هقول لكم بسرعة كده على المقادير والحاجات اللي هنحطها فيها. هنا حبايتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات صغيرة وسلقاهم بسيط علشان تبقى سهلة معانا، وبعدين حاطه لها بقى كزبرة وبقدونس شبت الخضرة بتاعتنا، حاطه 3 بيضات، بصلايه كبيره، ومكعبات طماطم وفلفل حامي وممكن بداله فلفل الوان، معلقتين من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. وحاطين بقى التوابل بتاعتنا: بابريكا، كركم، قرفه، فلفل اسمر وملح. وهنا بقى الحاجه الاضافي لو انتوا حابينها: جبنه موتزاريلا وقطعه زبده هحطها عشان انا هشوح البصل الاول. نص كوبايه من اللبن. بص بقى على النار هنحط شويه من الزيت في الطاسه عشان هدي شويه البصل تشويحه، وهحط لها قطعه الزبده، وهحط البصل بقى. وهديله تشويحه بسيطه، بيدي طعم حلو جدا للعجه لما بنعمله بالطريقه دي. والبطاطس لو احنا مش سالقينها بنقطعها مكعبات صغيره برده، واول ما البصل يبدا يتشوح كده ويدي لون اصفر فاتح بنحط المكعبات بتاعه البطاطس معاه علشان تاخد سوا بدل السلق يعني. بس لو احنا بقى مستعجلين بنسلق البطاطس وتبقى على طول الحاجات دي جاهزه بالنسبه لنا. بصوا بقى انا مش عايزاها تبقى تحمر، هي يا دوبك خلاص انا دبلتها، كنت هرش لها بس رشه من الفلفل عشان بيظهر النكهه بتاعه البصل، رشه بسيطه كده من الفلفل. ممكن رشه برده من الكركم، البابريكا، عشان بتدي نكهه حلوه، وفي نفس الوقت هي هنحط لها بقيه التوابل دي عليها. هي خلاص خلصت بقى، هنجيب البطاطس بتاعتنا وهنضيفها للبصل وعلى طول هنشتغل فيه. بس بقى هنضيف الطماطم وهديها تقليبه والبطاطس، نقلب بقى ده كده كله مع بعض. انا هحط طبعا ملح معاكم، هحط البيض وهنحط اللبن، هحط بس جزء كده من اللبن واللبن البودر، وهديهم تقليبه. وهحط بقى ايه، كوبايه واحده كده من الدقيق. انا هحط بالفنجان ده مرتين من الدقيق كده، وهحط البيكنج باودر برضو، هقلب مع اللبن كده شويه، واديناهم تقليبه بقى كده مع بعض. وهنجيب بقى الخليط بتاع البطاطس اللي احنا عملناه مع البصل، هنرجع بقى نحطه كده مع الخليط اللي احنا عملناه، وهنحط بقى الفلفل. خلي بالنا بقى لان الفلفل ده حامي، ممكن بداله بقى فلفل الوان لو في اطفال عندنا. التوابل مع الملح، وهحط بقى الخضره. طبعا هنحط الجبنه الموتزاريلا عشان بتديها طعم حلو جدا. ممكن على فكره نستغنى عنها ما نحطهاش، يعني دي اضافي لو مفيش مش هنحطها، او نحط جنبها مثلا شريحتين من الجبنه الرومي او الشيدر، اي جبنه بتحبوها، بس هي بصراحه بتدي نكهه حلوه جدا للعجه. بصوا بقى هحضر الصينيه اللي احنا هنعمل فيها النهارده، هعمله في البايركس عشان بتدي شكل حلو للعجه. برضو ممكن اي صينيه، بس برضو لو صينيه تانية مثلا عندنا المونيوم او حاجه بنبطنها بعد ما ندهنها بالزيت او السمنه، بنبطنها بالدقيق. هنحط بقى فيها الخليط، وبرضو بنبقى مشغلين الفرن قبل ما نبدا نشتغل في العجه، بنعملها زي الكيك بالظبط. النهارده هعملها على 200 درجه، لو انتوا بقى الفرن كل واحد حسب ما بيختلف معاه درجات الحراره. بصوا بقى حلوه جدا، بصوا جميله، تسويتها كمان حلوه قوي. جربوها بقى ان شاء الله، الاكله دي بصراحه بتبقى من الاكلات الجميله، وفي نفس الوقت ممكن تحطوا فيها اي نوع من انواع الخضار اللي انتوا بتحبوه، ممكن كمان يتحط فيها كوسه، بتبقى حلوه جدا. اكله خفيفه وسهله جدا، وفي نفس الوقت ممكن اخر الاسبوع نعملها، اخر الشهر، بصراحه من الاكلات الموفره، وكمان طعمها حلو جدا.
ان شاء الله تعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.